بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، والآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية. حديث ربنا يسوع المسيح في هذا الصباح عن استعادة الإنسان بصره المفقود. النهاردة أحبائي حد التنصير، والكنيسة اختارت هذا الإنجيل عشان يتقرأ في اليوم ده، لأن الإنسان قبل العماد بيبقى فاقد البصر والبصيرة، والمعمودية انفتاح لعينين القلب لإدراك المسيح وإدراك مواهب الروح القدس. المعمودية استنارة روحية. لو في دكتور بيعمل عملية في عينين واحد يقولوا أصعب عملية هي عملية العينين، لازم يكون الدكتور ماهر وإيده دقيقة. ولو إنسان فقد بصره في الحادث أو في مرض هيحتاج إلى دكتور ماهر عشان يعيد إليه بصره. لكن لو إنسان ولد أعمى فحتى أحسن الأطباء يصعب عليهم إعادة بصره. كل ده أسهل من العملية الضخمة اللي عملها المسيح في حياتنا ليعيد إلينا بصرنا المفقود. أنت عارف الفرق بين الإنسان اللي بيشوف والإنسان اللي ما بيشوفش؟ واحد يدرك الشمس، واحد ما يدركهاش. أنت عارف الفرق بين آدم في ثانية واحدة لما كان بيشوف ربنا ولما كان ما بيشوفش ربنا؟ آدم كان يسمع صوت ربنا وكانت ودنه حساسة ليه خالص، وكان يشوفه كل يوم بقلبه مع ريح الصباح. ما كانش يشوف غير المسيح لأنه هو نور العالم، ما فيش نور غيره. آدم بعد الخطية اتعمى قلبه، ما شافش حاجة غير خطيته، فشاف نفسه إنه عريان. كل الاتجاه بتاع عينيه أصبح لجسده، ما بقاش لربنا. الاستنارة الروحية أحبائي أو انفتاح العينين مقصود منه إن هو معاينة الشمس، معاينة الله. عشان كده الراجل لما فتح عينيه، لما ربنا فتح له عينيه فقال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع إنك تراه وهو الذي يكلمك. فقال أؤمن يا رب وسجد له. أنت اتفتحت عينيك ليه؟ عشان تشوف المسيح. وبعدين تطور الحديث عن الرجل الأعمى، عن الناس دول اللي هم مع المسيح، معلمين الناموس، أساتذة اللاهوت، رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين وعلماء الهيكل. دخلوا في جدل كبير خالص، موضوع السبت وليه اتعمل الحكاية دي يوم السبت إلى آخره. ربنا يسوع كتب تقرير خطير جدا. قال لهم أنتم كاتب الناموس، أنتم معلم الناموس، أنتم أساتذة اللاهوت، أنتم علماء الكنيسة، أنتم اللي بتحافظوا على طقوسها، أنتم اللي بتحافظوا على تعاليمها، أنتم العميان بعينيكم، أنتم العميان. قالوا له بتشتمنا؟ قال لهم ما اشتمكمش، أغشكم. لو كنت عميان لما كانت ليكم خطية، لكن لأنكم تبصرون فخطيتكم باقية عليكم. الآية دي لما سمعتها أحبائي النهاردة الصبح حسيت إن هي موجهة ليا شخصيا، لأن النهاردة احنا مش بنتكلم عن الاستنارة الروحية للراجل اللي في الشارع، احنا بنتكلم عن الاستنارة الروحية للشخص اللي جوه الكنيسة، على الشخص اللي بيقرأ الإنجيل، الشخص اللي بيتقدم للتناول، الشخص اللي بيتقدم لأسرار الكنيسة. احنا بنتكلم عن نفسينا النهاردة، مش بنتكلم على الراجل اللي بره. الاستنارة الروحية في حياتنا ان عينينا تتفتح عشان نشوف المسيح ويملى كل فراغ في حياتنا. لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، لكن لأنكم تبصرون فخطيتكم باقية. تلميذي عمواس كانوا ماشيين مع المسيح وكانوا يتحدثون عنه من أقوال الأنبياء، ولما مال النهار ووصلوا للبلد اللي رايحينها تظاهر يسوع ان هو ماشي لبلد اخرى، وعزم عليه ودخل وابتدى يكسر معاهم الخبز، وهو قاعد في وسطهم انفتحت عينيهم وبعدين اختفى. قالوا كده مش كانت قلوبنا ملتهبة داخلنا؟ كنتوا عميان ساعتها طول السكة؟ قال لأن احنا كنا فاهمين غلط، كنا دارسين الكتاب وكنا بنتكلم عن المسيح وما دورناش نبحث عنه وهو واقف في ريحنا. لأن البصر الروحي مش المقصود منه ان انا اعرف معلومات، المقصود منه اتقابل مع المسيح. مش المقصود النهارده تيجي تسمع وعظة في الكنيسة ولا تقول الكلام ده كويس ولا وحش. المقصود انت داخل من باب الكنيسة عشان تقعد في ركن او تقف قدام ربنا وتتقابل معاه وتفتح عينين قلبك لمعاينة المسيح. لكن إذا عرفت كل حاجة ورتلت مع اللي برتله في الكنيسة وصليت مع أبونا وسمعت الوعظة وعلقت عليها إلى آخره،
وطلعت وما تقابلتش مع يسوع وما هزش كيان قلبك وانفتحت عينيك من جوه عشان تبصر المسيح وتتلامس معاه، يبقى انت ما شفتش حاجه. لو كنتم عميان لما كانت لكم خطيه، لكن لانكم تبصرون فخطيتكم باقيه. المطلوب يا احبائي من تفتيح العينين مشاهده المسيح والتلامس معاه. ما الفائده من العينين اذا كنت انا عايش في الضلمه طول حياتي؟ اذا كانت الحته اللي انا قاعد فيها اوضه مقفوله ما بيخشهاش نور ابدا، العين لوحدها ملهاش قيمه. العين لوحديها ما تقدرش تتمم رسالتها. العين رسالتها تكمل لما تشوف المسيح، واذا ما شافتوش يا ريتها ما كانت موجوده، لان لو كانتش موجوده كان احسن. لكن الذين استنيروا مره وذاقوا الموهبه السماويه وصاروا شركاء الروح القدس وسقطوا لا يمكن تجديدهم مره ثانيه، لانهم يطلبون لانفسهم ابن الانسان مره ثانيه ويشهرونهم. دي كلمات بولس الرسول عن المعموديه. الذين استنيروا مره وذاقوا الموهبه السماويه وصاروا شركاء الروح القدس. لو كنتم عميان لما كانت لكم خطيه، لكن لانكم تبصرون فخطيتكم باقيه. ايه قيمه البصر؟ ايه قيمه العينين ان ما كنتش اعاين المسيح؟ ايه قيمه الحديث الطويل بتاع تلميذي عمواس مع المسيح طول السكه وهو فرحهم ومش قادرين يشوفوه؟ ايه قيمه حضوري للكنيسه؟ ايه قيمه قرايتي في الكتاب المقدس؟ ايه قيمه الحديث بتاعي عن شؤون الكنيسه واخبارها ان ما كنتش اعاين المسيح نفسه؟ يا احبائي بالصراحه كده، ايه قيمه حضورنا النهارده القداس ان ما كانش كل واحد مننا يتفتح قلبه فيدرك اسرار خطيره وعجيبه داخل الكنيسه؟ افتح عيني يا ربي عشان اشوفك، افتح عينين قلبي عشان اعينك انت يا رب يسوع. الراجل ده فتحت عينيه وسالوه ازاي، والنقاش ابتدى معاه. قالوا له تفتكر ايه رايك فيه؟ للاسف الراجل فتحت عينيه لكن لسه برضه ما اتفتحتش بصيرته. قال لهم انا اعتقد ان هو نبي. سابوه ولف النقاش تاني ودار، ورجعوا له تاني قالوا له ايه رايك فيه؟ قال لهم اعتقد ان هو يكون ده المسيح. انا شايف انه اكتر من نبي شويه، لان النبي برضه يعني هيقول كلمتين كويسين، لكن حكايه انه يفتح عينين ديت وبايده الحنينه كده وعطفه، انا حسيت ان حاجه غير عاديه. دي ما كانتش عمليه جراحيه يا جماعه، ده كان اله خالق. انا مش مصدق ان هو يكون نبي، انا بقول يكون هو اكتر من نبي، يكون هو المسيح. وبعدين الراجل ده اتقابل مع المسيح مرة تانية وقال له ما تعرفش اللي فتح عيني ده وظيفته ايه؟ انا شفته بياخد طين، والمعجزة في حد ذاتها اثبات قاطع ولاهوتي عميق جدا حتى بالعقل من غير التلامس الداخلي ان اللي فتح ده هو ربنا، لانه خلق عينين من الطين. قال له مين؟ قال له انا المسيح اللي بكلمك، انت مش فتحت عينيك؟ انا هو الله، انا نور العالم. فسجد لي وسلمه حياته وابصر. العين اللي اتفتحت قفشت المسيح، قفشت النور الحقيقي، فسجدت لي وسلمت حياتها. واحنا نعلم ان الراجل ده انطرد من المجمع نتيجة مجاهرته واعلانه للمسيح ان فتح عينيه، نعلم هذا. لكن الراجل ده انطرد من المجمع وقال انا الكسبان لان انا شفت النور. قالوا له ايه رايك في الناس اللي طردوك من المجمع دول؟ قال الغلابه صعبانين عليا، لو كان عينيهم تتفتح ويشوفوا اللي انا شايفه. يعني ما تدعيش عليهم وتقول دول عملوا وخلوا وسووا فيا. قال ابدا، نفسي ان هم يشوفوا النور اللي انا بشوفه. يا احبائي احنا النهارده في الكنيسه وربنا اعطانا نعمه الاستناره الروحيه في المعموديه، لكن عينينا اتغبشت وجاء عليها تراب وابتدت تتلخبط كده، وبقى يا دوبك اللي احنا نشوفه من المسيح النهارده عباره عن خيال كده مش واضح قوي. بيشبه لي بالصوره اللي شافتها مريم المجدليه للمسيح بعد القيامه، شافته والظلام باقي كده، فالدنيا كانت شافته خيال كده، وبعدين قالت له افتكرته البستاني. تحت اللخبطه كده لخبطت بينه وبين البستاني، قالت له ان كنت انت تعرف اين وضعوه فقول لي وانا اروح اخده. قال لها يا مريم، قالت له ربوني، انا افتكرتك هو انت يسوع. النور ما كانش واضح فعشان كده ما ادركتش، مع ان مريم بصيرتها قويه، مريم اللي قايمه وجايبه الحنوط، لكن الدنيا المظلمه ما قدرتش ان هي تخليها تكتشف الرب يسوع. يا احبائي هنلف ونوصل للناحيه الدقيقه دي. انا نور العالم، غير المسيح لا. دخلت الكنيسه النهارده دور على المسيح باي طريقه، دور ان انت تغسل التراب اللي على عينيك، التوبه. واحنا في اخر اسبوع في الصيام، والمقصود من الصيام التوبه. قلبي مغلق ليه؟
ومش قادر يعاين ربنا، وانت قلت يا رب طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون ايه؟ يعاينون الله. الموضوع خطير جدا في منتهى الخطورة، ان انا اعرف كل حاجة عن المسيح النهاردة، والمعلومات اللي انا تحصلت عليها زيادة خالص ومش قادر اشوفه، عشان قلبي فيه شوية حقد، قلبي فيه شوية كراهية، قلبي فيه عدم محبة، قلبي فيه شوية شهوات، قلبي مظلم. الموضوع في منتهى الخطورة علينا كلنا يا أحبائي، وأنا في الأول. إحنا اللي في الكنيسة لازم نلحق بسرعة ندرك هذه الحقيقة. المسيح قائم في وسطكم قائم الآن. يوحنا بيقول كده: الذي لستم ترونه. إيه يا رب مش عارف أشوفك إزاي ولا تلامس معاك، أنا مش حاسس بالسعادة في حياتي ولا في عبادتي، مش عارف أدرك النور. مفروض النور ينور قلبي وحياتي، ليه؟ يمكن أنا واقع في خطية إدانة، يمكن أنا بمسك سيرة الناس، يمكن قلبي مش نظيف، يمكن أنا عايش في حياة عدم طهارة، يمكن عيني مش نقية، يمكن عيني مش بسيطة بتعقد الأمور، يمكن أنا إنسان صاحب هدفين، عاوز أكسب هنا وعاوز أكسب هنا. لو الراجل الأعمى اللي عينيه فتحت ده قال أخد المجمع ده وأخد يسوع مع بعض، ممكن يا جماعة؟ مش ممكن. وجوده جوه المجمع شرط أساسي ليه إنه ما يقولش إن اللي فتح له عينيه هو المسيح، ووجوده بره المجمع بركة ليه، لأنه هو هيقول إن ده المسيح وهينطرد من الناس. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال وأنذرنا وقال: ويل لكم إذا قال فيكم كل الناس حسنا. يا أحبائي، الاستنارة الروحية هي تيجي من المسيح شخصيا. يا رب افتح عينين قلبي عشان أشوفك. الإيمان بتاع الراجل ده ما كملش لما قال إن ده نبي أو لما قال إن ده المسيح، ما كملش إلا لما قال هو الله وسجد ليه. والسجود هنا معناه التسليم الكامل بلا قيد ولا شرط، تسليم الحياة تحت أقدام المسيح. يا ربي افتح عيني عشان أكتشف حبك اللانهائي ليا، أكتشف حضنك اللي اترمى فيه الابن الضار، أكتشف إيديك اللي وقعت عليه وبتقبله، أكتشف جراحاتك، أكتشف الرجلين بتاعتك اللي لم تكف المرأة الخاطية عن تقبيلها لأنها اعتقتها من طريق الضلال، أكتشف جراحاتك اللي قال عنها النبي بجراحاته شفينا، أكتشف قلبك الحنين الساتر لعيوب الناس والساتر لعيوبي، أكتشف طول أناتك لغاية دلوقتي عليا، لأن رغم كثرة خطاياي فأنت إله رؤوف رحيم طويل الأناه محب للخطاة. أكتشف محبتك مع الرسول اللي قال إن المسيح جاي يخلص الخطاة الذين أولهم أنا. يا رب أنا أعرف عنك شوية، أعرفك في مستوى النبي، في مستوى المسيح، لكن ما عرفتكش في مستوى السجود تحت قدمين الصليب بتاعك. ما عرفتكش كمخلص، ما عرفتكش كإنسان مستعد إن يترك العالم كله ويترمي تحت رجلين صليبك. عاوز أخد من هنا وأخد من هنا، عاوز أشارك العالم في شره ومضاته وانحرافاته، وعاوز أشارك المسيح في عبادته في الكنيسة. عاوز يكون ليا عين تستطيع إن هي تاخد من هنا وتاخد من هنا. عارف عاوز إيه؟ أنا عاوز عين تبص لفوق وتبص لتحت في نفس الوقت، وده مستحيل. عاوز عين تبص لفوق وتبص لتحت في نفس الوقت، وده مستحيل. العين الروحية تستطيع ان هي تدرك الله فقط. لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية. افتح عيني يا ربي عشان ادرك محبتك غير المحدودة، وادرك ايضا عظمة الكنيسة بتاعتك والاسرار اللي فيها، وتتمتع بنور ربنا وتقول حاجة واحدة: الآن أعلم شيء واحد، إني كنت أعمى والآن أبصر. يلا يا أخوتي كلنا النهاردة نتمتع بضياء نور ربنا في حياتنا، ونرجع على الإنجيل بتاعنا ونكتشف إنارة ربنا ويشرق في قلوبنا وينير حواسنا وأفكارنا ومشاعرنا، ونعيش غربة حياتنا في هذا العالم في النور الحقيقي الرب يسوع. لإلهنا المجد الدائم الأبدي.